مدنيه لازم تاخد فتره، وبعدين الناس اتعلمت على اسلوب واحد، يعني مش من يوم وليله يتغير. بعيد عن اي بقى تطرف وبعيد عن اي عصبيه. المدنيه مدنيه متطوره حديثه، مش ما فيهاش اخلاق وما فيهاش دين وما فيهاش ديانات ناس منتخبه من الشعب تمسك هي البلد وتديرها باسلوب مش عسكري مدني. بالنسبه للدوله المدنيه لانها بتبعد يعني عن الناحيه الدينيه، يعني ما يكونش الحكم فيها بالاسلوب الديني. هو مصطلح مش سياسي، يعني هو مصطلح يكاد يكون متداول في الاعلام اكتر ما يكون مصطلح سياسي محدد. الدولة المدنية يعني بتعرف كذا حاجة مختلفة على حسب الدولة، يعني مثلا الليبراليين بيفكروا ان الدولة المدنية فصل الدين على السياسة. الجيش موجود بس يبقى في وقت الحروب، بس بتبقى البلد الناس مدنية في ديمقراطية فيها، مش الجيش هو اللي حاكم كل حاجة يعني. الدولة المدنية، الدولة دي مؤنث، عروسة يعني، والعرايس أنواع. في عروسة دينية وأحيانا بيسموها ثيوقراطية، وفي عروسة عسكرية، وفي عروسة مدنية. وعشان نختار عروستنا اللي هتبقى دولتنا لازم نعرف مواصفاتها ايه الأول. خد عندك الدولة الدينية، تشوفها تقول ملاك نازل من السماء وكل كلامها عن ربنا، وعن ان وظيفتها الوحيدة انها تنفذ كلامه في الارض. لكن المشكلة انها لما تختلف معاك يا معلم هتقولك انا ممثل لربنا على الارض، ويمكن تكفرك لو اصريت على رأيك المخالف ليها. واشهر مثال على كده اوروبا في العصور الوسطى، لما كانت الكنيسة هي اللي بتحكم وبتتهم اي حد يعارضها بالكفر والهرطقة. طب نشوف العروسة العسكرية، تشوفها تقول جدعة وبنت بلد وهي والشعب ايد واحدة. بس على عكس الدولة الدينية لما تعرضها مش هتقعد ترغي كتير، اصل الجيش بيقولك ايه؟ بيقولك اتصرف. ومثال على كده كوريا الشمالية واغلب دول افريقيا لحد وقت قريب قوي. نيجي بقى لعروستنا الحلوة، العروسة المدنية. العروسة المدنية دي بقى واحدة من الناس زيي وزيك وكول، وعيلتها من الشعب، وعادي جدا انك تختلف معاها، ومن حقك تقول رأيك بصراحة. ومش بس انت، ده اي مواطن تاني مختلف عنك سواء في النوع او في الدين او في المستوى المادي من حقه يقول رأيه. والدولة دي مع انها مدنية الا انها لازم يبقى ليها مرجعية. يعني ايه؟ يعني المصدر الاساسي للتشريع اللي الاغلبية توافق عليه. في مصر مثلا المصدر الاساسي للتشريع حسب الدستور هو الشريعة الاسلامية. ده معناه ان القوانين اللي هتتحط لازم ما تتعارضش مع الشريعة دي طالما الاغلبية مختارين كده. وفي دول كتير مدنية بمرجعيات مختلفة، ايشي علمانية وايشي اشتراكية وايشي فيسبوكية. يا ترى نفسك مصر في الفترة الجاية تبقى ايه؟ من حقك ان ولادك يتعلموا، بس يتعلموا صح، مش عشان ياخدوا شهادة اي كلام عشان تتعلق على الحيط. من حقك انك تلاقي نقابة تعبر عنك وعن حقوقك. من حقك تحسي بالمساواة ويكون عندك نفس الفرص. خلينا مع بعض نشتغل عشان نجيب لكل مصري حقه، لان حقك من حقك. حزب المصريين الأحرار، حزب لكل المصريين. فردي والقايمة. طرق الترشيح في البرلمان كتيرة، ممكن نجمعهم بالصلاة على النبي في 3 أقسام رئيسية: النظام الفردي، القايمة النسبية، والنظام المختلط. أولا النظام الفردي، وده بيعمل بيه في أمريكا، وده النظام الانتخابي المعمول بيه في مصر حتى الآن. في النظام ده بتبقى المنافسة ما بين أفراد في دوائر صغيرة، وانت كناخب بتروح تختار بني آدم زيد أو عبيد. يعني مثلا تخيل انك في محافظة اسكندرية ودي فيها 5 دوائر: سيدي جابر والرمل ومحرم بيك ومينا البصل والمنشية. لو انت من سكان سيدي جابر مثلا بتنزل تنتخب بني آدم يمثل سيدي جابر وبتختاره بنفسه، يعني بعينه، يعني بذات نفسيته. يعني بتروح تلاقي ورقة زي دي:
وبتختار واحد من المرشحين، واللي بياخد أعلى الأصوات ينجح. عيب الانتخابات الفردية إن نسبة كبيرة من الأصوات مش بتأثر في النتيجة. يعني مثلا لو كان في 2 مرشحين، واحد أخد 60% والتاني 40%، الأولاني هو اللي يكسب. و40% من الأصوات مش هتأثر في تشكيلة البرلمان. ثانيا القائمة النسبية، ودي الانتخابات فيها بتكون بين القوائم أو اللست مش الأفراد، واللستة الواحدة بيكون فيها أكتر من فرد. يعني مثلا لو انت برضو من سيدي جابر بتروح تنتخب انت وكل أهل اسكندرية، بتختاروا قائمة من القوائم اللي نازلة الانتخابات، وكل حزب أو مجموعة مستقلين يشكلوا قايمة. يعني بتروح تلاقي ورقة زي دي، وكل قايمة بتاخد عدد من المقاعد حسب نسبة الأصوات اللي جات لها. يعني لو هم 5 مقاعد وفي حزب خد 40%، يبقى ياخد مقعدين من 5 وهكذا. وميزة نظام القايمة إن كل اللي أخد أصوات بيتم تمثيله، على عكس النظام الفردي اللي أكتر واحد بس هو اللي بيمثل. وفي نوعين للقوائم، واحد القايمة المغلقة، ودي اللي المرشحين فيها بينجحوا بترتيبهم في القايمة. المصوتين لازم يقبلوا المرشحين بترتيبهم، ما يقدرش المرشح يقدم حد في القايمة على حد تاني. فلو الحزب التاني خد 20% من الأصوات، لازم أستاذ جهاد هو اللي ينجح، ولو خد 40% يبقى جهاد ويحيى، وهكذا. 2 القائمة المفتوحة، الصوت بيبقى للشخص والحزب، وبعد اختيار الأحزاب المرشحين بيتم اختيارهم حسب أكترهم أصوات داخل القايمة الواحدة. يعني انت بتعلم علامتين، واحدة على الحزب اللي انت عايزه وواحدة على الشخص اللي انت عايزه جوه القايمة. فلو الحزب مثلا اخد 40% يبقى ليه مقعدين في البرلمان، يشوفوا مين اعلى 2 جوه القايمة اخدوا اصوات ويدخلوهم المجلس. ثالثا النظام المختلط، وده بيطبق في ألمانيا وبوليفيا ونيوزيلندا وفنزويلا والمجر. الناس بتصوت في ورقتين، الورقة الأولى ممثل للمنطقة، شخص زي النظام الفردي، وده بيمثل نص عدد المقاعد. الورقة الثانية قايمة، مجموعة أشخاص زي نظام القائمة، وده بيمثل النص التاني. اجتماعي. أنا قررت أنضم للحزب عشان أشوف مصر اقتصاديا أحسن، عشان أقول رأيي بحرية، عشان ما فيهوش تمييز بين المصريين. أنا قررت أنضم للحزب عشان أشوف مصر أحسن. أنا قررت أنضم للحزب عشان أنا وجورج نبقى إيد واحدة. أنا قررت أنضم للحزب عشان أحمي كرامة كل مصر، عشان أبني بلدي. الرجل والمرأة متساويين في الحقوق. حزب المصريين الأحرار. حزب المصريين الأحرار. حزب المصريين الأحرار. السلطات الثلاثة؟ لا ما اعرفش. ايه السلطات الثلاثة؟ مجلس الشورى، مجلس الشعب، مجلس المحل. الداخلية والجيش والشعب. الشعب ايه؟ الجيش والشرطة والشعب. وزارة الدفاع. وايه يعني؟ الجيش والشعب ربنا ينصرنا. الجيش والشعب والداخلية. مجلس الشعب. لا مؤاخذة. جنزوري. زويل. تاني حاجة مجلس الشورى، تالت حاجة المحليات أهم حاجة. السلطة القضائية، السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية. هو مجلس أمن الدولة. المباحث اللي هم ما نمشي في الشارع تعالى أنت رايح فين وجاي منين. هو حبيب العدل. السلطة القضائية، التشريعية والتنفيذية. يعني ايه سلطة؟ السلطة هي الجهة اللي بتملك القدرة على التأثير في سلوك الآخرين باستخدام القوة أو العقوبة، زي الأب، وهو الجهة اللي بتعمل لها 1000 حساب قبل ما تعمل أي حاجة مش تمام، ولو طالبة معاك قوي تعملها هتستخبى من الجهة دي قبلها. والسلطات الثلاثة تشريعية، تنفيذية، قضائية. أولا السلطة التشريعية زي مجلس الشعب في مصر، مجلس النواب في لبنان، الكونجرس في أمريكا، البرلمان في فرنسا، أو معمر القذافي في ليبيا. هذا اعتراف. ودورها رقابي تشريعي، بيراقب الحكومة ماليا وإداريا، سن القوانين الجديدة، وضع الموازنة، التصديق على الحكومة أو نزع الثقة منها، الموافقة على الاتفاقيات الدولية. ثانيا السلطة التنفيذية
زي الحكومة في أي بلد في العالم أو معمر القذافي في ليبيا. دورها تنفيذ القوانين وإدارة مرافق الدولة، تمثيل الدولة في العلاقات السياسية. ثالثا السلطة القضائية، بتفصل في النزاعات بين الأفراد والمؤسسات، ولو اتخانقت مع واحد تروح المحكمة، لو اتخانقت مع شركة تروح المحكمة، أما بقى لو اتخانقت مع الحكومة تروح المحكمة. ولو كنت في ليبيا لا تسوي شيء، نحن نساء إرهابية. يعني إيه الفصل بينهم؟ إن كل سلطة تبقى مستقلة بصلاحياتها عن السلطات التانية. يعني مثلا ما ينفعش البرلمان ينزل ينظم المرور، وما ينفعش الحكومة تخترع قانون وتنفذه، ما ينفعش البرلمان أو الحكومة يحكموا على مواطن بالسجن. إيه بقى اللي كان بيحصل أيام مبارك؟ اختيار أعضاء البرلمان كان بيتم تحت إشراف أمن الدولة اللي هو جزء من السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت الوزراء بيبقوا أعضاء في البرلمان اللي مهمته إنه يراقب الحكومة والوزراء. والسلطة القضائية ملهاش سلطة على البرلمان لأنه سيد قراره، ولا ليها سلطة على الحكومة لأن الدولة مش بتنفذ أحكام القضاء. والبرلمان لو طلب وزير يستجوبه الوزير بينفذ. هو ده كان مفهوم الفصل بين السلطات عند مبارك. يعني كل سلطة ملهاش دعوة بالتانية ولا تعرف تقول لها تلت التلاتة كام. حد فاهم حاجة؟ من حقك ومن حق كل مصري يعيش بكرامة وما يتذلش في طابور علشان أنبوبة أو رغيف عيش. من حقك تاخد حقك بالقانون، قانون ما بيفرقش ما بين أي مصري مهما كان. من حقك تزرع بلدك، وآن الأوان اللي يجي اليوم كل واحد في مصر ياكل من خير مصر. خلينا مع بعض نشتغل عشان نجيب لكل مصري حقه، لأن حقك من حقك. حزب المصريين الأحرار، حزب لكل المصريين.